في مكان كل ما تقف قدامه تحس الزمن وقف لحظة. مكان بيحكي قصة مصر، بس مش بيحكيها بالكلام، بيحكيها بالحجارة، بالفن، بالذهب، بالعيون المحفورة على الجدران. نتكلم عن المتحف المصري الكبير، أضخم متحف أثري في العالم، ويتعمل علشان يحكي لكل العالم من هم المصريين. فكرته بدأت سنة 2002، والمكان اختير بعناية شديدة جدا على بعد خطوات من الأهرامات. كأن المتحف واقف بيكمل المشهد اللي اتبنى من 7000 سنة. كل زاوية فيه معمولة بدقة، مش عشان بس يعرض الآثار، عشان يحافظ على الروح الحضارة المصرية اللي عمرها أكتر من 7000 سنة. وأول حاجة عينك تروح عليها هو تمثال رمسيس الثاني واقف شامخ، كأنه بيقولك أهلا بيك في مصر. والحوائط حواليه بتحكي عن ملوك ومعارك وكنوز من أيام ما كان العالم لسه بيتعلم يعني إيه حضارة. جوه المتحف أكتر من 100,000 قطعة أثرية، من أشهرهم كنوز توت عنخ آمون اللي لأول مرة تتعرض بالكامل في مكان واحد. بس الجمال الحقيقي مش بس بالمعروضات، إحساسك. كل حجر وكل تمثال ينض، كأنك سامع التاريخ بتنفس حواليك. المتحف المصري الكبير مش بس متحف، دي رسالة من مصر للعالم كله. حضارتنا لسه عايشة ولسه بتتكلم بصوت الفراعنة. المتحف المصري كمان جسر بيربط بين الماضي والمستقبل والفن والتكنولوجيا، وفي كل زاوية منه حكاية بتحكي قد إيه المصريين عمرهم ما ينسوا تاريخهم. وعند سفح الأهرامات واقف بيت جديد، بيت كبير للتاريخ، مش بس علشان نحافظ على اللي فات، علشان نقول للعالم كله دي مصر ولسه بتحكي حكاياتها. وكانت معاكم شيرين من حكايات مصرية مع شيرين. استنوني حكاية جديدة.